كلنا بلا استثناء بنسمع الجملة ديت: انت حساسة زيادة عن اللزوم، او انت حساس زيادة عن اللزوم. ومحدش فينا سأل نفسه في يوم من الايام هل انك تبقى حساس زيادة عن اللزوم ديت وبتتأثر من اقل حاجة، هل دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. في ناس ممكن تتأثر لمشاكل الناس أكتر من نفسهم. ما جربتيش تحكي لواحدة صاحبتك عن موقف مزعلك وتلاقيها هي في البيت بتكلميها بالصدفة وتلاقيها هي بتعيط علشانك وتقولي لها: مالك يا بنتي في ايه؟ تلاقيها هي زعلانة على الموقف اللي مزعلك وعمالة تعيط وانت نفسك اصلا نسيتي. ده يا جماعة صفة الحساسية. مفيش اجمل من الناس اللي من شدة رقتها وطيبتها بتبكي من اقل شيء وبتدمع. مفيش اجمل وارق من الناس اللي من شدة طيبتها ورقتها بتفرح من اقل شيء واقل موقف بيفرحها. مفيش اجمل وارق من الناس اللي بتسامح من اقل شيء وبتعدي كل اللي فات وبتغفر. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد اللي فيه الصفة ديت بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: حرم النار على كل هين لين قريب من الناس. ربنا يجعل فيكم الصفة ديت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.